اليوم جايه عندي صاحبتي وعزيز عليها الكسكسو ديالي، وكلكم كتقولوا لي حنان كيفاش كديري فوره وحده. تبعوا الفيديو وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش ديروا غير فوره وحده. هادو هما المكونات: كوكوط غادي نستفوا اللحيمات والتوابل ومعلقه ديال السمن، نديروا البصله والحمص ونقليو كل شيء وزيت الزيتون بطبيعه الحال ونرويوه مباشره. نزيدوا قبيطه ديال القزبره ومعدنوس ضروري كنديرها مع اللحم ومع الخضره، نزيدوا مطيشه ونسدوا عليه. وباش يجيكم الكسكسو مفور غير تفويره وحده غادي تغسلوه على هذا الشكل هذا. غسلوه ما تخافوش منه، كسكسو رقيق، خليوه تقريبا واحد 5 دقائق في الماء وصفيوه، راه ما كيتعجن ما والو. صافي غادي ديروه مباشره في القصريه ديالكم وتخليوه حتى ينشف شويه. ضيفوا عليه الملحه وزيت الزيتون وكتحلوه هكا بيديكم، تخلي واحد شويه حتى يولي على هذا الشكل كحبه على اختها، وديروه فوره مزيانه تقريبا حتى 25 دقيقه. صافي. وهنا بعد ما طاب لي اللحم حيدته ودرت لي الشو ودرت الخضره. نورمالمون كندير لي الشو مع اللحم، اليوم نسيتو ما درتوش. كندير عاوتاني قبيطه ديال القزبر ومعدنوس، وكندير البزار والملح ضروري ديروهم مع الخضره باش ما تجيكمش الخضره باسله. هنا ميم با 5 دقائق طابت لي الخضره. شوفوا لي المريقه كيفاش دايره. ومن بعد ما فار لي الكسكسو مزيان، زدت عليه معلقه ديال السمن وحليته وسكيت. درت اللحم وسكيت مباشره باش ما ينفرش لينا الكسكسو. هكا كيشرب ليكم تسقيه مزيان. صافي كتستفوا الخضيره على راحتكم ديك الساعه من الفوق. كتقدموه بالصحه والراحه. ضروري تجربوا هاد الفوره وحده وقولوا لي كيفاش جاتكم، وانا متاكده غتقولوا لي حنان جا كيحمق كيف العاده. ولا وصلتوا حتى لهنا ما تنساوش ليا لايك الفيديو، وكيف العاده تسناوني في الفيديو بروسيمو.